أحبائنا المشاهدين، أهلا بيكم معانا ولقاء متجدد وبرنامجنا أوبرا القاهرة. أحبائنا المشاهدين، ومن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بننقل لكم أولى حفلات المسرح المكشوف، وهي حفلات الموسم الصيفي لدار الأوبرا المصرية، وأولى الحفلات هتكون مع فرقة درامرز تيم.
ومن خلال أولى حفلات دار الأوبرا المصرية اليوم للمسرح المكشوف، وطبعا اللي هنستمتع بيها طوال فصل الصيف إن شاء الله، معانا مجموعة كبيرة جدا من الفرق ومجموعة كبيرة جدا من المطربين النهاردة من خلال فرقة درامرز تيم. بيسعدنا إن احنا نستمتع بصوت سارة جمال. سارة أهلا بيكي معانا، من أجمل الأصوات فعلا اللي استمتعنا بيها النهاردة. صوت جميل ورقيق وقادر إن هو يوصل لقلب الجمهور كل كلمة بيقولها. حبيبة قلبي ميرسي جدا واهلا بيكي وبالتلفزيون بلدنا. برحب بيكم جدا طبعا. احنا النهارده في اولى حفلات دار الاوبرا المصريه في المهرجان الصيفي. سعيده جدا جدا بالمشاركه في الافتتاح، وطبعا سعيده بمشاركتي مع درامرز تيم، فريق بجد بحبه من كل قلبي، فرد في الفريق يعني. ببقى مبسوطه جدا بمشاركتي معاهم، ودي المره الثالثه ليا معاهم. كلمينا بقى عن سارة وبداياتها وأهم الحفلات اللي قدمتها إلى الآن. والله هو أنا بدايتي يعني كانت هو أنا الحقيقة مش دارسة مزيكا، يعني مش أكاديمية، ولكن طبعا أنا بنمي الموهبة اللي اداها لي ربنا، ومن خلال مشاركاتي بقى، وطبعا تدريبي في البيت، وتدريبي مع مايسترو عظيم جدا دكتور ماجد سرور. أنا دلوقتي حاليا في فرقة أعز الناس بقيادة المايسترو الدكتور الجميل الكبير جدا دكتور ماجد سرور، وطبعا ليا كل الشرف ان انا يعني تحت قيادته. أهم الحفلات اللي شاركتي فيها سارة؟ أهم الحفلات طبعا في دار الأوبرا المصرية، دي الحفلة جايز الستة ليا، وساقية الصاوي، أصول الثقافة، كتير. أحلام سارة؟ أحلامي إن شاء الله يعني شايفة إنه يعني أنا بجتهد وبسعى والله إنه إن شاء الله أبقى في مكان أنا يعني أستحقه، بموهبتي، باجتهادي، بمذاكرتي وربنا كريم يعني إن شاء الله. سارة جمال، صوتك جميل وأدائك أكثر من رائع، وفعلا بنتنبأ لك بمستقبل باهر. هتقدمي إيه للجمهور النهاردة من خلال البرنامج؟ بإذن الله طوبة فوق طوبة، بمناسبة ثورة 23 يوليو إن شاء الله. احنا داخلين على أيامها يعني. كل سنة وانت طيب. وحضرتك بألف خير. تاني حاجة هغني ميدلي فيروزات، يعني مقاطع من أغاني فيروز العظيمة طبعا، وإن شاء الله يعني نسمع منك إيه دلوقتي؟ ممكن أقول ابني طول ما في كمان، ابني لنهاية الحياة، حط مصر قصاد عيونك، ابني قول ورايا، طوبة فوق طوبة نبني. تركتني وحاجة تفرح، مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية، طوبة فوق طوبة وابني مصر مكتوبة لابني، لابني وابنك وعجبني انك مشاركني بتبني معايا، واللي مكسور يتصلح
حفلات دار الأوبرا المصرية اليوم على المسرح المكشوف، حفلات الصيف. بيسعدنا يكون معانا أيمن كرم وهو من درامرز تيم، هو أحد لاعبي الدرامز. أهلا بيك معانا يا أيمن، سعيدة جدا بيكوا، وببارك لدرامرز تيم إن أنتوا تكونوا أول يعني اختيارات دار الأوبرا في أولى حفلات الصيف. وطبعا كنا سعداء جدا بوزير الثقافة اليوم وهو بيهنيكوا وبيتصور معاكوا. الحقيقة يعني يوم رائع ويوم جميل. صراحة أنا أول مرة أشارك، الصراحة الموضوع بالنسبة لي مختلف جدا ومبسوط قوي بحضوري إن أنا أكون واحد من الدرامر تيم، ودي أول حفلة ليا. أنا ما بقاليش كتير، بقالي معاهم كام شهر مش كتير، وداخل النهاردة بأغنيتين الحمد لله. فمبسوط ويعني سعيد قوي باللي حصل لأول مرة، يعني شعوري مختلف شوية في حدث زي ده كبير في حضور سيادة الوزير. يعني مبسوط جدا والله. شكرا. طب كلمني بقى عن يعني بدايتك مع الموسيقى واختياراتك للدرامز بالذات. ايه الاعمال اللي انت بتقدمها النهارده مع الفرقه؟ لا انا من صغري وانا بحب الدرامز اوكي، وفي نفس الوقت انا حبيت ان انا اشارك. يعني الموضوع كله بالنسبه لي 5 شهور او 4 في الرينج ده. ليه درامرز تيم بالذات اللي انت شاركت معاه؟ والله انا يعني لقيت صديق ليا دخل معاهم وفي 3 شهور بس تقريبا قدر يوصل لمستوى حلو قوي، فده اللي خلاني اشارك معاهم. ودكتور ألفريد دكتور معروف في الدرامز، ما شاء الله عليه، يعني بيشرح كويس وبيوصل معلومة احسن، يعني والتيم كله حلو ما شاء الله يعني. بس الاغاني اللي انت بتقدمها النهارده قادرين نعملها بتاعت محمد حماقي اوكي، و100 سنة سينما. كلمني بقى، انت اهم الفرقه اللي شاركت معاها غير درامرز تيم ايه؟ لا انا اول مره اشارك. انا عموما الفرقه، انما كنت بتقدم سولو؟ لا انا بالنسبه لي اول مره اشارك درامز، وكاول مره اشارك في اي حاجه في حفلات. احلامك ايه؟ احلامي ان انا نوصل الفريق كله لاعلى مستوى العالم كله ان شاء الله تحققوا كل النجاح والتوفيق. وبشكركم مره تانية وبهنيكم على وجودكم معانا النهارده في اولى حفلات دار الاوبرا المصريه للموسم الصيفي على المسرح المكشوف. واحنا كمان مبسوطين قوي، وشكرا ليكم. معانا الفنان مينا عطا يا جماعه، جاي بنفسه. زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة. زوروني كل سنة مرة، حرام تنسوني بالمرة، حرام تنسوني بالمرة. أنا عملت إيه فيكم تشاركوني وشاكيكم؟ أنا اللي العمر بدديكم، حرام تنسوني بالمرة، حرام تنسوني بالمرة. على بلد المحبوب وديني، زاد ودي والبعد كويني. على بلد المحبوب وديني، زاد ودي والبعد كويني. عايزين نسقف مع بعض. أمان عليك يا ليل طول، وهات العمر من الأول. أمان عليك يا ليل طول، وهات العمر من الأول. بحبك جديد وقلبي سعيد، بحبك جديد وقلبي سعيد. يا ريتنا عشقت عن أول. أمانة 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 ليل يا ليل.
حافظ يغني. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديه، ومساء وصباحه بيسأل عليه. قلبي ومفتاح دول ملك ايديه، ومساء وصباحه بيسأل عليه. قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ايديه. امتى اني بحبك، امتى انت تعرف، امتى اني بحبك، امتى تعرف، امتى تعرف، انت تعرف. طبعا يا عيوني حبيبي ليه يا ضروري، لو انت بس يا عيوني مع بعض. حماس 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 فين؟ حبيبي معايا ما تسألنيش، رايحين على فين على فين على فين على فين على فين. مع بعضينا كلنا بقى يلا. وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عين، وحشان عيونه السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عين. وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عين، وحشان عيونه ومدوبني الحنين يا عين. وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عيني، وحشين عيونه السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عين، ومدوبني الحنين يا عين. وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير، ترميني المجادير، ترميني المجادير. ومن فرقة درامرز تيم معانا فاتو أو أحمد علي. أهلا بيك معانا يا أحمد، سعيدة جدا إن أنت معانا النهاردة، وبهنيكوا على إن أنتوا تم اختياركم إن أنتوا تقدموا أولى حفلات دار الأوبرا على المسرح المكشوف النهاردة للموسم الصيفي. الحمد لله، يعني هي طبعا فرصة ومسؤولية كبيرة جدا ان احنا بنكون برضو في الافتتاح، وان احنا نقدر نقدم حاجة للجمهور يكون فعلا يستحقه على قد مقدرة التيم بتاعنا. ان احنا بجد يعني التيم ده الناس بتتعب بجد، يعني براكتسنج كتير وبروفات كتير عشان نقدر نقدم المستوى ده. فالحمد لله ان احنا يعني الحمد لله الدنيا كانت كويسة، مكسرين الدنيا، وان شاء الله يعني من نجاح لنجاح. لا ما شاء الله عليكم فعلا مكسرين الدنيا. كلمني بقى عن درامرز تيم، امتى انضمت لها، ايه احلامكم كفريق مع بعض، شايفين التدريب بتاعكم ازاي، شايفين يعني المايسترو الفريد معاكم ازاي؟ طيب انا عامه بقالي مثلا اولموست سنتين في درام، او سنه ونص في درامرز تيم، بقالي سنتين بلعب درامز. هي كآلة هي حاجه بجد يعني هي سوبر انرجيتك. انا بالنسبه لي بطلع كل الانرجي بتاعتي فيها، بفصل خلاص عن العالم. فدي ليه درامز ده السؤال. لكن احنا التيم، احنا درامرز تيم، احنا بقالنا 2018
بدانا دكتور الفيلد بدا، انا بادئ سنتين زي ما قلت. طبعا هدفنا ان احنا نحبب الناس في آلة الدرامز، ان هي آلة بجد هي مجهودها صعب، تمريناتها صعبه، بس هي محتاجه براكتسنج كتير، لكن هي كفهم وكحركه لا هي حاجه كويسه جدا، وبتخلي الجسم كله يتحرك لحتى لو اطفال صغيره. ف يعني موست ريكومند ان انا ابتدي طفل صغير يبتدي درامز. انا بديها على كبر وبجد مبسوط جدا بيها. فاحنا قدامنا طبعا ان احنا ننشر آلة الدرامز في العالم كله، يعني كده معروفه، بس فكره ان انت تعملي تيم مكون، احنا النهارده كنا 15، كان قبل كده كنا ممكن نوصل ل 30 او 25 درامز في الاغنيه الواحده. فطبعا ده محتاج سنكرونايزيشن ما بين التيم كله مع بعض، والناس كلها تبقى في نفس الثانيه، وهي موسيقى اللي احنا التيمبو لازم يكون مظبوط، فاحنا كلنا بنبراكتس على الموضوع ده، وان شاء الله يعني نكون في حفلات اكبر بعدد جمهور اكبر. ان شاء الله هيكون لكم حفلات اكبر. لكن قول لي على حلمك انت اللي نفسك تحققه من خلال الفريق، سواء حلمك الشخصي او حلمك للفريق كله. انا كان بالنسبه لي الدرامز دي فكره طايشه كده، انا كنت في المدرسه طابور الصباح اللي هو بنقعد نضرب، بس انا ما كنتش فاهم حاجه ولا عارف حاجه عن الدرامز. بعد كده فكرت اللي هو من 2013 انا عايزه دي حاجه بحبها. ف 2022 بعد من 2018 2022 لقيت حاجه الفرقه، فقلت لا لازم اروح اجرب، ودخلت فعلا ما كنتش فاكر ان المستوى بتاعي ممكن يتحسن بالصوره دي. فالحمد لله انا بالنسبه لي لا محتاج ان انا ابراكتس اكتر، وان شاء الله يعني اجوين في حاجه اكبر ونخش حفلات اكبر، يعني ده الماي تارجت. الاغاني اللي انت شاركت فيها النهارده كدرامرز؟ انا قدها بتاعت تامر حسني، وقادرين نعملها بتاعت حماقي، و100 سنه سينما بتاعت عمر خيرت، وسور ميت دي موسيقى عاديه. سر اسم فاتو؟ حاجه دي ما كانت كليشيه في فيلم بتاع ده اسمه فتحي وانا فتوح روح، هي حاجه كده فطلعت من وانا صغير يعني. بس اتمنى لك كل التوفيق والنجاح وتوصلوا للعالميه، لان انتوا فعلا تستحقوا هذه العالميه. شكرا ليك قوي. لو تبكي دموعك تنزل على خدي، لو تفرح ما بيبقاش الكون قدي، ومعاك انا هفضل طول عمري، والوقت الصعب هيمشي وهيعدي.
أحبائنا المشاهدين، في نهاية لقائنا بشكركم، أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بحلقة اليوم. إن شاء الله الأسبوع القادم هنتقابل مرة تانية وحفلات من دار الأوبرا وبرنامجنا أوبرا القاهرة. إلى اللقاء.